تعالوا كده قبل ما نتكلم على موضوع استفزاز نادي الزمالك وتصريحات الأستاذ ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، الراجل اللي هو أعلن قبل كده إن هو أهلاوي. يعني الراجل طلع أعلن بشكل صريح إن هو أهلاوي، وكارثة ومصيبة سودة طبعا إن هم يختاروا شخص إن هو أعلن إن هو أهلاوي يطلع يقول التصريحات اللي هو قالها ديت على بيان نادي الزمالك، وان بمعنى الاصح يعني يا زمالك اخبط دماغك في الحيطه. قبل ما اتكلم عن الموضوع ده عاوز اتكلم الاول على قصه امام عاشور. انا طلعت تناولت القصه بتاعت امام عاشور واتكلمت فيها، وجبت فيديو لحضراتكم تقدروا ترجعوا للفيديو اللي هو بتاع امبارح، وحكيت الواقعه اللي حصلت، وبتكلم وقلت كلمتين بما يرضي الله. بعض الناس المحترمين داخلين انت مالك ومال امام عاشور، هو انتوا خطه ممنهجه يا اولاد مش عارف ايه، يا اولاد التيت، يا اولاد التربتيت على امام عاشور. ده اخركم، ده اخركم. انما اللي يقول كلمه حق في الزمن ده يبقى ما بيفهمش حاجه، انتوا اللي بتفهموا كل حاجه. عاوز اقول بس كلمتين ووجه رساله للناس اللي هي المحترمه اللي داخله تشتم ديت، وبرافو يا امام، وجدع يا امام، وذكر يا امام، واضرب يا امام. طبعا صفحه طلعت، صفحه بتنتمي للاهلي، طلعت قالت اصل فرد الامن ده عاكس زوجة امام عاشور، فبناء عليه امام عاشور راح جاب شويه وجم ضربوه، فالناس هم ايه، برافو يا امام جدع ذكر. دايما سبحان الله يا اخي، اي حد داخل الاهلي دايما بيدخل زوجته او بيدخل الستات بتوع اهل بيته في القصه، يعني في اي موضوع. يعني شفنا حسين الشحات، شفنا ناس كتير يعني دايما بيجيبوا الستات بتوعهم يدخلوها في القصه، عشان ايه؟ الموضوع يبقى موضوع شرف وكلام من ده وبرافو ومش عارف ايه. عاوز اقول كلمتين للناس دول. فرد الامن ده يا جماعه راجل غلبان زيه وزي حالاتك. لعيبه الكوره دي بتاخد بملايين، ربنا يزيدهم يا رب، وده رزقهم مش هنبص لهم فيه، ولكن احنا كلنا بالنسبه للناس دي غلابه. طيب فرد الامن ده اللي راح يقف 12 ساعه ولا كام ساعه على رجليه عشان ياخد مرتب، كانه بيصرف على اولاده، ولا كانه عاوز يجوز نفسه، ولا كانه ايا كان ايه، هل يخطر في بالك انه هو واقف في مكان شغله في اكل عيشه في مول كبير ومول مشهور كله كاميرات في كل اتجاه، معرض ان اي خطأ يحصل له ممكن الزبون او الناس اللي جوه المول ده او الست او الاستاذ او الشخص ايا كان ان هو يقدم شكوى فيه للمدير بتاعه واكل عيشه واتقطع في ظل الوقت اللي احنا فيه اللي صعب ان حد يلاقي شغل؟ هل انت متخيل الكلام ده؟ متخيل الكلام ده؟ انت متخيل انك بتنصف واحد مقتدر، وواحد يعني معاه وواحد يعني قوي بنفوذه وبسلطاته وبالمكان اللي هو بيلعب له، قوي بكل حاجه، بتنصره على واحد ضعيف وغلبان زيه زي حالتك؟ انت برضه ربنا هيوعدك باللي اقوى منك واعلى منك يدوس عليك ويفعصك، وهيجي واحد برضه ينصف القوي المفتري ده عليك عشان انت بتنصف الظلم. كلكم كنتوا بتحاولوا تنصفوا حسين الشحات على محمد الشيبي وكنتوا بتنصفوا الظلم. حبيت بس اقول الكلمتين دول في البدايه عشان كما تدين تدان. ده بخصوص امام عاشور. ندخل على تصريحات الاستاذ ثروت سويلم عضو رابطه الانديه، الراجل اللي اعلن قبل كده انتمائه لنادي الاهلي، وانا شايف ان ده كان اختيار غير موفق ان يجيبوا راجل اهلاوي يطلع يقول التصريحات ديت ويرد على بيان نادي الزمالك. قال ايه الراجل ده؟ قال ان الدوري ده دوري محترم ودوري ماشي بنظام. مش فاهم. طب ما علينا. قال ان مش من حق الزمالك ان هو يتكلم او ان هو يقول ان الدوري مش منظم او الكلام ده كله، الزمالك خارج المنافسه فمش من حقه ان هو يتكلم. قال كمان ان الزمالك يقول اللي هو عاوز يقوله، ولكن اتحاد الكوره شايف الصح وهيعمل الصح. انتوا بتتكلموا يا جماعه عن مؤجلات، انتوا مفكرين احنا بنأجل للاهلي؟ احنا ماشيين صح، محدش يقارننا بدول اوروبا، محدش مش عارف ايه، احنا بنلعب في بطولات اكتر، احنا بنعمل اكتر، احنا بنخلي اكتر. تعال نيجي على حكايه دوريات اوروبا كده واحده واحده الاول مع بعض. انت عندك الدوري الانجليزي يعني خالص 20 فريق، انت 17 فريق ولا 18 فريق، هم 20 فريق خلصوا الدوري قبل منك والناس ارتاحت والناس يعني بتلعب اليورو دلوقتي. طيب على فكره الناس بتلعب برضو نفس النظام، انت بتلعب هنا دوري ابطال افريقيا، هناك بيلعبوا دوري ابطال برضو اوروبا.
انت بتلعب هنا الرابطه اللي الاهلي اصلا مش بيشارك فيها، هناك هم بيلعبوا الرابطه. انت بتلعب هنا الكاس اللي الاهلي لسه ما شاركش فيها ولسه حدش اصلا شارك فيها ولا حد لعب فيها، الناس هناك لعبت الكاس ونهت كل حاجه. الناس هناك نهت الموسم تمام، والناس خدت اجازات وبيلعبوا اليورو وانت لسه بتفنش. تاني حاجه انت بتتكلم ان الزمالك مش من حقه ان هو يتكلم لانه خارج المنافسه. تمام. مين قال لك ان الزمالك خارج المنافسه؟ وانت باي حق انك تدي نفسك الحق انك تحكر على نادي ان هو يتكلم؟ اقل نادي في الدوري من حقه ان هو يتكلم عن المسابقه. اقل نادي في الدوري من حقه. تاني حاجه انت بتقحم الاهلي في القصه، وانا كزمالك ما جبت سيره الاهلي. انا ما بعترضش على المباريات المؤجله، انا بعترض على الدور الاول يخلص. ليه تخليني العب الدور الثاني والدور الاول لسه ما خلصش؟ ليه؟ ده اعتراضي بس. وافتكر ان الاهلي قبل كده طلب، انتوا اللي دخلتوا الاهلي في طرف في القصه، انا ما دخلتش الاهلي. وانا ما قلتلكش انك بتاجل ومش بتاجل، والتاجيل ده مصيبه سوداء لوحدها. انت عندك لسه مباريات في الدور الاول لسه هتتلعب في شهر 7، يعني مباريات من الدور الاول لسه هتتلعب في شهر 7، فدي كارثه. ولكن ما علينا، انا دلوقتي انا بتكلم على بيان الزمالك. بيان الزمالك دلوقتي انا بتكلم على مباريات الدور الاول تخلص وبعد كده العب مباريات الدور الثاني. ده حاجه انت بتتكلم ان الدوري محترم وان الدنيا ماشيه بنظام. فين النظام حضرتك؟ فين النظام؟ انتوا كلكم فشل. الدوري بايظ والكره المصريه بايظه بسبب حضراتكم. انا ما شفتش نظام. تاني حاجه انتوا كلكم بتعاندوا الزمالك دلوقتي. ويا كابتن حسين اخبط دماغك عرض الحق، اخبط دماغك في الحته يا كابتن حسين لبيب. بتدوروا دلوقتي على الحكام اللي هم هيجوا يدوروا مباراه القمه. شركه تذكرتي فتحت باب حجز التذاكر. رابطه الانديه اعلنت على ميعاد المباراه في ميعاد يوم 25 القادم اللي هو يوم الثلاث القادم. فيا كابتن حسين اخبط دماغك في الحته. هل انتوا فاكرين ان الزمالك كده ممكن ما يصعدش؟ لا، الزمالك من حقه يصعد. الزمالك من حقه ان هو يصعد. وحتى لو مش هيصعد، تعرف الزمالك ممكن يعمل ايه؟ ممكن يسيب لكم الدوري خالص، ما يشاركش. يهبط. ممكن يلعب لكم بالناشئين ويوقع لكم الدوري ويبوظ لكم الكره المصريه، وكمل الدوري بالناشئين عادي، مفيش مشكله خالص. فموضوع الاستفزاز اللي انتوا بتعملوه ده بجد بقى شيء مقرف. بقت حاجه احنا بقينا بنستاء منها بجد. ليه؟ لان انت ما عندكش هنا عداله. كل ده عشان انا بطالب بحقي في العداله وبطالب بحقي عشان انا بتظلم. فانت ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش تفتح بقك. هو انت مفكر نفسك النادي الاوحد؟ النادي الاوحد بس هو اللي يعمل اللي هو عاوزه بقوته وبجبروته بكل حاجه. خلى اتحاد الكوره يخالف اللوائح ويروح يعاقب محمد الشيخ. فانما انت هتعمل راسك براسه؟ انت عبيط. انا طبعا بايد بيان الكابتن حسين لبيب، وبتمنى ان هو يفضل مستمر على موقفه، ما يغيرش رايه، لانه بجد لو غير رايه هيخسر كتير مع جمهور نادي الزمالك. فبتمنى الناس دي تفضل مصممه على رايها. انا عارف ان في ضغوطات كتيره، وعارف ان في يعني احنا بنبين للناس ان احنا اقوياء، وبنعلن على موعد المباراه، بنفتح فتح حجز التذاكر، بندور على حكام، احنا اقوياء اهو، ما حدش يقدر يسيطر علينا. لكن هم بيلفوا من تحت لتحت بجد، بيبوسوا الروس بس هم بيبينوا ان احنا اقوياء. فمش هطول على حضراتكم اكتر من كده، وبتمنى تشاركونا برايكم يعني في التعليقات على الموضوع اللي اتكلمت فيها، واعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويسعدني انكم تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا وعاش جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، السلام عليكم.